حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول الزمان ارجع يا زمان. زمان لما كان راجل البيت بيرجع من شغله ويتغدى مع عياله ويدخل يرتاح شوية ويصحى على المغرب ويقول لمراته: قومي اعملي لنا كوبايتين شاي وتعالي نقعد شوية في البلكونة. تقوم ام العيال تجري بسرعة تعمل كوبايتين الشاي وجنبيهم حتتين كيكة، وتجري على البلكونة عشان تستمتع معاه بأحلى كوبايتين شاي وأحلى وقت يقضوا الزوجين مع بعض في الحكايات والضحك والهزار اللي من القلب. ما كانش فيه بقى لا نت ولا فيسبوك ولا أي حاجة تخلي الزوج أو الزوجة مشغول عنها أو هي مشغولة عنه، ولا مركزين في أي كلمة بتتقال. تصدقوا كان ممكن يلعبها بصرة أو كوتشينة أو دومنة أو طاولة. كان في راجل بيعد الساعات علشان يقعد مع مراته ساعة العصاري يتسمروا، ولا أجدع صحاب. كان في ست بالنسبة ليها القعدة الحلوة دي هي حياتها، ما هو راجلها هو كل اللي ليها، هي ملاش حد غيره. قعدة بسيطة وكوبايتين شاي بس بالدنيا وما فيها. قعدة بسيطة تلاقي فيها الكلمة الحلوة واللمة الحلوة والضحكة اللي من القلب، وارتباطهم ببعض بيتحول لصداقة قوية، لدرجة ان بعد عمر طويل لو حد فيهم مات التاني بيتعب جدا وبيجيله اكتئاب عشان فقد شريك حياته اللي قضى معاه كل حياته. دلوقتي محدش فاضي لحد، محدش رايق لحد، محدش بيقول كلمة حلوة. الكلمة بتطلع بالعافية، الضحكة بتطلع صفرة من غير نفس ومخنوقة. مفيش وقت، مفيش نفس، مفيش مزاج، المزاج متعكر. لكن زمان كانت حياة بسيطة والسعادة من القلب. وتيجي دلوقتي الزوجة لو حصل لها أي حاجة يقول لها روحي انت بس وملكيش دعوة، ويتمنى ان هي تسيب له البيت وتمشي أو تموت ويدور على غيرها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ مش عارفة. احنا اللي اتغيرنا ولا الزمن اللي اتغير؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ولايك وشير لو بتحب الخير.